كلنا كنعرف واحد الانسان في حياتنا ودود ودرويش بزاف، كيكون عنده تحفظات كبيره تجاه ناس اخرين. وهذا الانسان يقدر يكون انت ولا انتي، الحاجه اللي كتخليك تعاني من نقص في الثقه. وبصراحه كلنا كتروج عندنا الفكره ديال ان الثقه هي الايمان القوي والراسخ بالمصداقيه ديال الناس. ونهار كتقرر تغلب على هذا النقص في الثقه وتبني علاقات قويه مع الناس، غادي خصك انت تعطي الثقه بشكل كبير. هذا الشيء اللي غادي يخليك تحس بتحسن تدريجي، ومع الوقت تولي تحس بفرق كبير في حياتك. غادي يبانوا صحاب حقيقيين وعلاقات قويه، وغادي تحس بالدعم والثقه ديالهم. وبطبيعه الحال خاص تعرف باللي الثقه ما كيكونش بابها محلول ديما، وخاصك ترد البال من الخطر ديال دير الثقه ديالك كامله في الناس بلا ما تحقق باللي كيستاهل. الثقه خاص تبنيها وتقدر الشخص كشخص، ماشي على الظروف الخارجيه او الوضع الاجتماعي. وهنا كتكون عكستي الحقيقه ديال ان الثقه هي جوهر العلاقات الانسانيه، وعدم الثقه يمكن يدير لك حواجز كبيره بزاف، والشعور بالوحده والانعزال في الوقت اللي تقدر تبني علاقات قائمه على التواصل والتفاهم. وكتكون الثقه في النفس وفي القدرات. وما نساوش اهم حاجه اللي ما خاصهاش تكون هي الثقه المفرطه في النفس، حيت تقدر تجرك الافكار وافعال ما تقدرش تسيطر عليها. وفاش كيعتمد الانسان على الراي ديالو الخاص بلا ما يسمع للناس، يقدر يخسر التوازن وياخذ قرار غلط. وهنا كنرجعوا للحاجه المهمه، واللي هي يعرف كيفاش تعامل مع الثقه في النفس بطريقه صحيحه. بطريقه صحيحه.